أول ما بدأت أدرس علم النفس كنت لسه طالبة بقى في أولى كلية أو في تانية كلية. كنت الشخص اللي انت تقول عنه هو متحمس لدرجة عالية قوي اللي هو عايز يغير الكون، يعني اللي هو بمعنى أصح ده الشخص اللي جاي عشان يغير الكوكب. أنا فاكرة كويس جدا إن ساعتها بابا قال لي جملة هي فعلا غيرت نظرتي تماما للحياة. قال لي يا أمل انت مش هتقدري تغيري الكون، لكن لو ناوية بجد تساعدي الناس من قلبك لازم تبدأي بنفسك، يعني التغيير لازم يبقى منك انت من جواكي. حقيقة الجملة دي غيرت نظرتي للحياة تماما، عاداتي اتغيرت، طريقة كلامي اتغيرت، ردود فعلي عن الناس اصلا اتغيرت. كل حاجة بقيت بعملها ان انا عاملة فوكس على نفسي وعايزة اطور منها واغير منها واحس باللي قدامي واقدر مشاعره واقدر ردود فعله. الجملة دي بجد فضلت ترن في ودني سنين، وكل شوية اتأكد ان هي صح. كل ما بقع في مشكلة بتأكد ان هي صح، وكل ما اسمع شكاوي من اللي حواليا او في الجلسات او في اي حاجة بمر بيها في حياتي بتأكد ان الجملة دي صح. احنا دايما عايشين في دور الضحية، لما بنقع في مشكلة كبيرة وبنلاقي نفسنا لايصين مش قادرين نقوم منها دايما بنتهم اللي حوالينا. اصل انا فشلت بسبب انهم اجبروني على الكلية دي، اصل زمايلي في الشغل ما تهضرني، اصلا مديري في الشغل هو السبب في كل اللي انا فيه ده وهو مش عايز يرقيني ومش عايز نوصل لاي حاجة، واصل. تعالوا نشوف كده for example. حد دايما بيقول ان اهلي مش بيحبوني ومش بيحتووني وهم اصلا يعني مش طايقني، بس هو عمره ما جرب يقرب منهم او يسأل عنهم، يحتويهم، يحضنهم. جربت وانت مروح من الشغل تجيب هدية لباباك او مامتك؟ ان شاء الله حتى كيس شيبسي، بولة ايس كريم، مش بقولك هات تلاجة ولا غسالة ولا اي حاجة، لا ابدأ. يمكن لو بدأت الحب تلاقيه موجود، يمكن لو انت اللي بدأت من عندك تلاقي الحب ده اصلا موجود، بس هو محتاج ان انت تشوفه، انت مش شايفه. لو انت دايما بتشتكي جوزي بيزعقلي او بيتعصب عليا او حياتي مش مستقرة، بس انت عمرك ما سألت نفسك هو انا رد عليه بيكون عامل ازاي؟ هل نظرتي بتبقى مستفزة بتستفزه وبتجيب اخره فبالتالي هو بيتعصب عليا؟ طب هل سألت نفسك هو في اسلوب اقدر اهدي بيه الموقف بدل ما اولعه؟ فكرت تبدأ من عندك؟ فكرت تشوف الغلطات اللي بتكبر المشكلة وبتخليك مش قادرة توصلي الحل وبتوصلوا الحيطة سد؟ جربي تسألي نفسك كده وشوفي ايه الغلطات اللي انت بتعمليها، يمكن المشكلة تتحل. ولو انت مثلا بتقولي ان كل الناس بتبعد عنك، انا ماليش صحاب وانا محدش بيحبني، طب انت سألت نفسك انا بدي للناس اللي بعملهم مساحة؟ طب انا بطلب من الناس دي طاقة واهتمام زيادة عن طاقتهم فبخنقهم؟ ولا انا مثلا حساس لدرجة ان انا مش بطيق نقدهم او الملاحظات اللي بيقولها عليا فمش بيستحملوني فشخصيتي مش مريحة بالنسبة لهم؟ مش ممكن، العيب مش فيهم والمشكلة عندك انت وبسيطة ومحتاج تحلها والدنيا هتبقى زي الفل. او لو انت واحدة دايما بتقولي ان مشكلتك بقى في الشغل وفي الظروف وفي الناس وفي اخواتك وفي صحابك وفي قرايبك وشايفة الدنيا سودة، بس انت عمرك ما فكرتي تنظمي وقتك وحياتك عشان تنجحي في شغلك، او اخترتي حتى ان انت تهتمي بنفسك او تهتمي بالناس اللي بتحبيهم دول. عايشة على ردود الافعال، عايزة دافع وهاجم ودايما اظلم اللي قدامي واقول ان هو اللي ما يستاهلش، هما ما يستاهلونيش، وانا اصلا ان هما بيحقدوا عليا وبيغيروا مني وي 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 وي. طب ما تفكري تغيري وجهة نظرك دي. جربي كده ان انت تتعاملي صح، تهتمي بنفسك وتهتمي بشغلك وتجتهدي. مش يمكن الاهداف اللي انت محققتهاش تتحقق فجأة. الفكرة هنا مش ان انا جاية اقول ان انت دايما غلطان، لا، انا جاية اقولك ان في حاجة جواك تقدر تبدأ بيها. هنرجع لواحدة من اعمق الايات في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية دي من أعظم الآيات. شوف الآية بتقول إيه. ربنا سبحانه وتعالى ما قالش حتى يغيروا أهلهم أو حياتهم أو أهدافهم أو علاقاتهم أو شغلهم، لأ، قال حتى يغيروا ما بأنفسهم. يعني إيه؟ يعني غير طريقة تفكيرك. بدل ما تسأل ليه الناس بتعمل فيا كده أو ليه أنا بيحصل فيا كده، قول لي ده وجعني كده، هو أنا ليه بتأثر كده، هو أنا محتاج أغير إيه جوايا عشان أتقبل المواقف بأسلوب أبسط من كده. غير رد فعلك. لو كنت بتغضب بسرعة جرب تسكت دقيقة. لو شايف ان انت دايما بتهاجم اللي قدامك وعايز تثبت ان انت صح، ابدأ غير من ده. اسمع اللي قدامك، ادي للي قدامك فرصة يعبر عن نفسه. غير حوارك الداخلي. ما تفضلش دايما تلوم نفسك وتجلدها وتقول انا فاشل، انا اصلا عمري ما بنجح في حاجة. لا، ابدأ تقول انا بحاول ومسموح لي اغلط، انا بني ادم بتعلم وهقع وهقوم. ادعمها، هي مستنياك تدعمها. لو انت ما دعمتهاش، كل الناس بقى اللي حوالينا بره اللي احنا بنلومهم دول هيجوا يدعمونا. يعني انت شخص دايما بتشتكي من نفسك وشايفها حاجة وحشة وبشعة جدا، هل بقى حد من بره هيجي يقنعك ان هي كويسة؟ ده مستحيل. غير نيتك. خلي نيتك واضحة صافية، مش دفاع او هجوم. اتعامل مع الناس عشان تطبطب عليهم، مش عشان توجعهم وتكسرهم، ده هيعود عليك انت نفسك. وغير رؤيتك. شوف الناس من منظور مختلف، يمكن هم كمان مجروحين او موجوعين، او في الموقف ده ما كانوش مثلا قاصدين ان هم يجرحوك قد ما هم اصلا كانوا مجروحين ومش طايقين. الآية دي مش بس دعوة للتغيير، دي وعد إلهي. ربنا بيوعدك ان انت لو غيرت نفسك وتغيرت من جواك، ربنا هيغير كل حاجة حواليك. الخلاصة، ما تستناش الدنيا تتغير عشان انت ترتاح. ابدأ براحتك النفسية من جوه، وساعتها ربنا هيبدل حالك زي ما وعدك. واعرف ان الاعتراف بالغلط مش ضعف، والله ده اول خطوة في طريقك عشان تتغير. اسأل نفسك بصدق، هل في حاجة انا محتاجة تتصلح جواي فعلا؟ هل انا واقف قدام المراية بصدق، ولا انا بمثل قدام نفسي عشان اوهمها ان هي صح ومش بتغلط؟ هل انا شايف اخطائي ولا شايف بس غلط الناس؟ وافتكر ان ربنا مش هيحاسبك عشان ما غيرتش الناس، لكن هيسألك عملت ايه عشان تغير نفسك. ابدأ خطوة حتى لو بسيطة، خليك صادق النية، وربنا هيمدك بقوة انت عمرك ما هتتخيلها. سؤال ليك بقى، اكتبوا لنفسك او شاركوا معانا في الكومنتات، ايه اكتر حاجة حاسس انها محتاجة تتغير جواك دلوقتي؟ انا امل، مرشدة نفسية، ودي سلسلة وجدت من القرآن والسيرة. كمل معانا واعمل اشتراك عشان تكمل معانا الرحلة.